هو دايما لما بطلب منه حاجة بيندمني. عارفين، بحس انه بيجيب لي اغرب حاجة ممكن تشوفوها في حياتكم علشان انا ابطل اقوله انا معلش هات لي حاجة وانت طالع، لان هو ما بيحبش يشتري حاجة. انا معرفش ليه الرجالة ما بتحبش تشتري حاجة. طب ما تجيب حاجة كويسة بدل ما انا مثلا ايه هتعذب كده. انا بتعذب يا جماعة والله. قلت له ايه، انا محتاجة مانجا ضروري علشان ايه هصور شغلي وكده. هات لي مانجا تكون حجمها وسط، انا عايزه حجمها وسط. لقيته داخل عليا والله العظيم دي كده تعتبر اصغر واحده فيهم. يعني كان في ملو الصينيه، يعني منجايه ملو الصينيه دي. عايزه اقول لكم انا بجد اتعذبت وانا بقطعها، بس سكت طبعا وما قدرتش اتكلم وغير ان انا اقول له تسلم ايدك. ما هو الحاج صاحب البيت بقى، هنعمل ايه؟ المهم مش هطول عليكم، تعالوا بقى اقول لكم قشرت المنجايه دي ازاي. بصوا بهدلتني والله العظيم، انا اصلا ما عنديش اعصاب امسك حاجه. فانتوا لكم ان تتخيلوا انا تعبت فيها يعني. انا كنت ممكن اصور 10 فيديوهات وما اقطعش المانجايه دي. صعبه صعبه. قولوا لي كده، انتوا إيه لما بتجيبوا مانجا كبيره بتقطعوها كده ولا بتعملوا ايه معاها؟ صراحه هي كانت صعبه جدا لان المانجايه دي وزنها كيلو. متخيلين بقى كيلو، ومش عارفه اقطع القشره بتاعتها صعبه قوي. فما لقيتش قدامي غير ايه الطريقه دي. رحت بقى ايه جبتها كده. كنت عايزه المانجا بتاعتي تكون متلجه شويه. الفيديو اللي بعد ده هنزل لكم الطريقه. رحت ايه قطعتها بالشكل ده ولقيت فيها حته كده وحشه. رحت طبعا استبعدتها وخدت بس منها الحلو. دي في العظمه بتاعت المانجا من جوه، يعني ما فيهاش اي ضرر. بس كده قطعتها بالشكل ده. بس يلا بقى قولولي من اي بلد بتشوفوني، وقولولي كمان بيعملوا معاكم كده لما بتطلبوا منهم حاجة. وخلي بالكم عايزة اقول لكم على حاجة، المانجا دي اسمها نعوم. المانجا دي تنفع للحلويات بس ما تنفعش تتاكل، لان ما بتكونش طعمة قوي، يعني مش زي الزبدية ولا المانجا التانية الصفرة. فقطعتها بالشكل ده كده لمكعبات صغيرة. هعمل ايه بقى؟ طبعا دي كبيرة وكميتها كبيرة جدا، فانا هقسمها دلوقتي على قد ما انا هستخدم بقى. هجيب العلب دي يا جماعة، لما بنجيب اي حاجة من بره بتبقى موجودة، فاغسلوها وشيلوها بتنفع بصراحة. رحت ايه قسمتهم كده على كام علبة. عملوا لي 3 علب. انا استخدامي ليها هتكون علبة واحدة، وهنعمل بيها وصفة مع بعض. شايفين بجد الطريقة دي حلوة قوي. حطوها في الفريزر احسن ما بتشيلوها بقشرها. بتطلعوا الطبق كده زي ما هو للاستخدام على طول. الطريقة دي احلى ما انتوا بتشيلوها بقشرها. بس كده، اعملوا لايك وشير واستنوا الوصفة التانية.